هاشتاج محمد وهاشتاج غير محمد، دول متصدرين الترند يا جماعة. طب مين فين وإيه اللي بيحصل؟ صحيح بقى زي ما هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملت. خلينا في هاشتاج غير محمد. الحوار كالآتي: إن مروان الشربجي لاعب السكواش المصري المصنف السادس عالمياً هيلعب البطولات اللي جاية. طب ما يلعب وربنا معاه. طيب يا جماعة ثانية واحدة أكمل كلامي. هيلعب تحت علم إنجلترا، أيوة بالظبط، وخد الجنسية. طيب برضه ربنا يوفقه. ده مروان، مين محمد غير بقى؟ ما هو محمد أخوه الكبير لاعب سكواش مصري برضه والمصنف الثالث على العالم، بيلعب أصلاً تحت علم إنجلترا. بيلعب؟ أيوة، بس ده فعل ماضي. وهي هنا القصة: محمد من سنة فجأة كده قال إنه خلاص هيلعب لإنجلترا بدل مصر وبدون سابق أي إنذار، وخد الجنسية، وقال إنه أصلاً قضى نص عمره في إنجلترا. وقال كمان: أنا متحمس حقاً لتمثيل إنجلترا الآن، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين. وكمان قال: جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006، ومنذ ذلك الحين أصبحت بريستول موطني بصفتي مواطناً بريطانياً. الآن فسوف أقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة. لقد قدم لي المدرب الوطني ديفيد كامبيون وفريق إنجلترا للإسكواش الكثير من الدعم على مر السنين. عندما يكون لديك أشخاص من هذا القبيل يقدرونك على ما أنت عليه دون توقع أي شيء، فهذا يعني الكثير. واختتم كلامه عن مستقبله مع إنجلترا: فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة للغاية، وسأمنحها كل ما لدي من اللعب تحت العلم الإنجليزي. محمد فضل في صدارة التصنيف عالمياً لمدة 50 شهر من سنة 2014 ل 2021، وهو بكده خامس أكتر اللاعبين تصدراً للتصنيف العالمي، وواخد المركز السادس في قائمة أكثر لاعبي الإسكواش تتويجاً في مسابقات الرجال. وطبعاً الاتحاد الإنجليزي رحب جداً بانضمامه ومبسوط بيه آخر انبساط. طيب ايه هاشتاج غير محمد؟ برضو عايزين نفهم. هقول لكم، جايه لكم في الكلام. محمد الشربجي لما عمل كده وطبعا حصل حاله غضب واستنكار في مصر، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش وقتها طلع وقال لما سالوه: ممكن مروان يكرر تجربة أخوه ويبقى إنجليزي أصلي؟ رد وقال: مروان الشربجي حاجة تانية خالص، شخصية مختلفة تماماً عن أخوه. وقال لي: يا أنكل أنا غير محمد. أنكل. طبعاً شفنا إن مروان غيره خالص. محدش يقدر ينكر إنهم أبطال وشرفوا مصر لوقت، وفي ماتش جمعهم هما الاتنين كان محمد بيمثل إنجلترا وأخوه مروان بيمثل مصر، ومحمد كسب في الآخر. وكان المشهد في الآخر بينهم مؤثر قوي، بس هي دي الرياضة، مكسب وخسارة. بس مروان غير محمد فعلا، لأن قبل ما يطلع يعلن إنه هيمثل إنجلترا بلغ رئيس اتحاد الاسكواش وما فاجئهوش، وبلغه إنه فكر كتير في الموضوع وده قراره الأخير، وقال تصريح مشابه لتصريح أخوه، وإنه مبسوط إنه هيكمل في إنجلترا. ونحب نقول إن عندنا في مصر أبطال سكواش كتير، وده عن رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش BSA لشهر يوليو، إن علي فرج واخد التصنيف الأول، ومصطفى عسل في المركز الرابع، وكتير غيرهم مصريين موجودين في القائمة. ومن البنات بقى البطلة نوران جوهر في المركز الأول، والبطلة نور الشربيني في المركز الثاني، وطبعا بالتوفيق للجميع. كده هاشتاج غير محمد. طب هاشتاج محمد ايه وراه؟ فهو عن المفاجأة اللي قالها محمد هنيدي في لقائه مع معتز الدمرداش، إن ابنه أحمد لاعب ناشئ في نادي الميريا الأسباني، وهو فعلا موهوب من وهو صغير، وإنه شجعه ودعمه وهيفضل يدعمه في مسيرته الاحترافية، وإنه ورث ده منه. مبروك يا هنيدي، وربنا يزيد من أبطالنا يا رب. والمصريين هم حيوية وعزم وهمة. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.